دي عربية الشبح اللي في مصر والسودان، ودوت صباع الكفتة اللي بيتباع في البراندات ب60 و70 جنيه، بيتعمل هنا ب30 جنيه بس واكبر مرتين. وصباع كفتة في عيش لبناني ما يحلاش بقى غير مع الحواوشي، ويا سلام بقى لو بيتعمل في عيش بلدي. وانت واقف بقى هتلاقي ريحة قلب المكان جدا، وشكل الاكل عندهم يفتح النفس قوي. وانا عايزك بقى تصلي على النبي وانا هدوق كده ببركة بسم الله. واول حاجة دقتها من عندهم سندوتش كفتة الشبح اللي بيبقى واخد جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، وكان طعمه بصراحة كده سايح على بعض، ما قدرتش اميز طعم الكفتة فيه. وده كان سعره 50 جنيه. ويلا بقى بينا نخش على الكفتة السادة ام 30 جنيه. ودوت بقى حسيت فيه بطعم الكفتة لان ما كانش فيه جبنة، وكان طعم الكفتة من عندهم جميل وطعم الشوي باين. وهنبدأ بقى بحواوشي الشبح اللي بيبقى واخد بيكون وموتزاريلا وتركي، ودوت شكله زي ما انتوا شايفين كده يفتح النفس جدا. ولما دقته برضو الاضافات دي بالنسبة لي مش مبينة طعم اللحمة، بس الميكس كله على بعضه لا تحفة ورهيب. عشاق الميكسات بقى هيعجبك جدا، ولعشاق الحاجات الكلاسيك الهادية زي حالاتي هبقى السادة. طعم اللحمة باين فيه، واللقمة مقرمشة كده من بره وطعمها جميل، وطعم الشوي بيبقى باين قوي في اللقمة البلدي. وبسعر 30 جنيه صباع كفتة كبير في عيش لبناني. لا العربية دي بتقدم قيمة مقابل سعر. بما اننا بقى جبنا سيرة الاسعار، تعالى جننك شوية واقول لك ان اللي انت شايفه دوت ب6 جنيه سندوتش كبدة وسندوتش سجق وسندوتش كفتة. والراجل بصراحة كده بص ترس لنا السندوتش لانه عارف ان انا بصور بصراحة. وبما ان ده بقى مش اعلان خالص، مجرد ريفيو عادي جدا، فانا شميت ريحة الكبدة وانا واقف كده جنب عربية الشبح بتاعة الكفتة، فقلت اجرب الكبدة من عند الشباب الجميلة ديت، وضحكتهم على وشهم زي العسل. فالكبدة من عندهم مظبوطة جدا وحلوة قوي، وفعلا هي دي كبدة العربيات وبسعر 6 جنيه. والسندوتش مش مليان اكيد زي اللي انت شفته. ولو وصلت للنقطة دي من الفيديو يبقى انت بتحبنا وانا بحبك في الله. وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لنا متابعة.